تم اليوم بحمد الله البدء باستقبال زوار التلفريك في محطة 1 اشتفينا، وفي محطة 2 قلعة عجلون. وتم اليوم بكل سلاسة ويسر استقبال الزوار في المحطتين. الحمد لله التغذية الراجعة من الزوار إيجابية جدا، وندعو جميع المواطنين وزوار المملكة من العرب والأجانب التوجه إلى تلفريك عجلون والاستمتاع بالتجربة الرائعة لركوب تلفريك عجلون والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة لغابات عجلون والمواقع السياحية من غابات اشتفينا إلى قلعة عجلون. تلفريك عجلون هو تكنولوجيا نمساوية بسواعد أردنية، تم إنشاؤه بكلفة 12.5 مليون دينار أردني. الجهة المصنعة للتلفريك هي شركة دوبلماير النمساوية، وعملنا على تنفيذ هذا المشروع خلال عام 2021، وتم استلام المنظومة في شهر 11 2022. ثم بدأنا بعملية التشغيل الأولي للتلفريك بمشاركة جهات حكومية في نهاية عام 2022 وخلال الأشهر الأولى من هذا العام، وذلك لغاية تشغيل التلفريك على عدة سيناريوهات متنوعة وبأحوال جوية مختلفة. وبدأنا كما تعلمون ببدء استقبال الزوار الرسمي يوم الجمعة الموافق 16/6/2023. تجربة كتير حلوة صراحة، وعن جد ما بتتعوض، فبشجع أي حدا يجي ويجرب. يعني ما شاء الله تلفريك كثير حلو ممتع، والرحلة كثير جدا رائعة ممتعة، وصارت تذاكر كثير حلوة. يعني أنا بشجع الناس تيجي تتفرج وتشوف إن شاء الله. وعجلون طبيعة خلابة ما شاء الله. مخيف شوي، بس بيروح شعور الرهبة لما أنت تركب وتطلع، بس صراحة إشي متقن وكتير حلو وإضافة جديدة يعني صراحة بالأردن. يعني شعور جدا رائع، وأجواء داخلية هادية ورائعة وأكثر من رائعة، حتى أول مرة أنا بجربها. ما شاء الله من أجمل مناطق بعجلون وبالأردن كمان. كويسة وما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية الحكومة الأردنية مع اللي قاموا على العمل هذا الرائع جدا.